أيمن كان مكمل في منشطات. سبب المرض ملوش أي علاقة بكمال الأجسام. مش ده السبب الحقيقي ورا وفاة أيمن مجدي. إن هو بياخد ستيرويدز تاني، بقولها كذا مرة. زي شخص مش قادر يدخل احتياجه من الأكل وبيدخله عن طريق المحاليل، ان هو يروح الجيم ويرفع اوزان ويتمرن وياخد استرويد كمان. الفيديو ده انا ما كنتش حابب ان انا اعمله ولا اتكلم في الموضوع ده اصلا خالص، بس اللي اضطرني ان انا اطلع واعمل الفيديو ده واتكلم فيه ان انا شفت فيديو للدرة بيتكلم فيه عن سبب وفاة ايمن مجدي، وبدأ يحلل اللي حصل للبطل ده قبل وفاته وربط الاحداث ببعضها وطلع لنا سبب الوفاة. بس اللي خلاني اطلع واعمل الفيديو ده ان سبب الوفاة اللي الدرة قاله للاسف هو غلط، ومش ده السبب الحقيقي ورا وفاة ايمن مجدي. خلونا اول نشوف الدرة قال ايه، وبعد كده هنقول لكم اللي حصل مع البطل ده على لسان اخوه. ورغم كده أيمن كان مكمل في منشطات. كنت عايز استنى التقرير الطبي الأول ما يطلع، وبعد ما طلع كنت عايز أتأكد كده من كام حاجة، فدلوقتي اتأكدت وممكن أعمل فيديو بوضوح تام على إيه اللي حصل بالظبط اللي أدى إلى وفاته. والد أيمن كان طلع قال إن أيمن كان عنده مرض في القولون وكان عنده وجع في بطنه شديد. الكلام ده كان 3 شهور قبل وفاته، ورغم كده أيمن كان مكمل في منشطات. اللي قاله الدرة ان والد ايمن طلع اتكلم وقال ان ايمن كان عنده مشكلة في القولون ومشكلة في المعدة قبل الوفاة ب3 شهور، وده خبر صحيح ان احمد كان عنده مشكلة في المعدة ومشكلة في القولون قبل ما يتوفى. بس الخبر اللي مش صحيح ان احمد ما كانش بياخد هرمون الفتره دي. الطبيعه كده والف ب هرمون، انت مش هينفع ان انت تاخد هرمون وانت عندك مشكله صحيه في معدتك اصلا. انت اصلا بسبب المشكله اللي في معدتك دي مش تبقى قادر ان انت تدخل الاكل اللي انت بتحتاجه على مدار اليوم. طبعا طالما ما فيش اكل ما فيش تمرين، وطالما ما فيش تمرين هاخد هرمون ليه؟ وبعدين اي شخص بياخد هرمون وبتبدا تقابله مشكله صحيه، اول حاجه بيعملها ان هو يوقف الكورس اللي هو بياخده ويروح يتعالج، وبعد كده يرجع يكمل الكورس بعد ما يتعالج وبعد ما يخف تماما. وكمان تأكيدا على كلامي هتسمعوا من اخو ايمن اللي كان حاصل معاه اخر 3 شهور، اللي قال ان هو كان موقف استيرويد مش 3 شهور بس قبل ما يتعب، لا ده 7 شهور كمان كان مبطل استخدام اي هرمونات. وفاة يعني اخونا وابنكم في المقام الاول، يعني احكي لنا تفاصيل اللحظات الاخيره، اسباب وفاته، شائعات كتير جدا حول وفاته، عايزين نعرف منكم ايه الحقيقه وانتوا الاسره. هو بس كده اللي صار ده الله حسب الله ونعم. اي حد بتاع كلمه على حد متوفي ربنا باطل. اخويا متوفي بسبب سبب المرض ملوش اي علاقه بكمال الاجسام. اخويا مبطل اللعب بقاله اكتر من 7 شهور ما بيلعبش. هو بيلعب باستمرار، لاعب على تمرين بس يعني بعيد عن المسرح وبعيد عن البطولات شويه، عادي فتره نقاء. زي ما سمعتوا كده قال ان هو موقف بقاله 7 شهور بعيد عن مجال البطولات، كان واخد زي فتره بريك الاول عشان يتعالج، وكان بيتمرن بس كده لصحته ال7 شهور. ولما دخل في ال3 شهور اللي قبل وفاته هو ما كانش بيتمرن لان هو ما كانش قادر ان هو ياكل اصلا، وكان حرفيا عايش على المحاليل. خلونا نكمل كده باقي الفيديو ونشوف الدور قال ايه تاني ونرد عليه. طلع التقرير وطلع عمل تحليل، ساعتها هو عمل تحليل، طلع في التحليل مش التقرير بتاع وفاته، التحليل اللي قبل الوفاه، التحليل ان هو عنده قرحه شديده في المعده. زي ما سمعتوا الدرة بيقول ان التحليل قبل وفاته ب3 شهور اثبت ان عنده قرحه شديده في المعده. انا عايز افهم بس ازاي حد عنده قرحه شديده في المعده وما بيقدرش ياكل، واغلبيه الغذاء اللي داخل لجسمه عن طريق المحاليل هيتمرن وهياخد هرمون. زي شخص مش قادر يدخل احتياجه من الاكل وبيدخله عن طريق المحاليل، ان هو يروح الجيم ويرفع اوزان ويتمرن وياخد استرويد كمان. وخلينا نشوف اللي بيأكد كلامي رد اخو ايمن مجدي على الكلام ده. تعالوا نشوف قال ايه. العلاجات اللي بياخدها من الادويه اللي بياخدها عملت له قرحه في المعده، قرحه شديده في المعده. كلمنا على قاعد شهر اللي بياكل ولا بيشرب بس. كلمنا على رحله العلاج. انت قلت لنا هو بقاله 3 شهور بيتعالج في المستشفى واتحجز قبل كده. كلمنا عن رحله العلاج. هو اتحجز في الاول كان محجوز بسبب ان هو كل ما ياكل حاجه يرجع. تمام. نزلت نزله معويه عاديه خالص برد. تمام. وقف علاج الغده، وقف علاج اي حاجه كان بياخدها. في الفتره اللي 20 يوم اللي وقف فيهم علاج بتاع الناس المعويه عاديه برد عادي. وقف الغده اصبح ان هو يستهلك تاني الغده، ياخد علاج الغده تاني بجرعات مكثفه. خد جات له قرحه. طيب وزي ما سمعتوا كده قال ان هو كان عنده مشكله في الغده الدرقيه وكان بياخد لها علاج، وبعد كده جات له قرحه كانت بتؤدي ان اي اكل بياكله كان بيستفرغه تاني. بعد ما طلع من المستشفى المفروض كان يستكمل العلاج اللي كان بياخده للغده الدرقيه اصلا. طيب وخلونا نكمل كده ونشوف الدور قال ايه كمان.
عمال يجيله هبوط، القرح مش بيقفل حتى لو بياخد ادويه بسبب الاسترويدز اللي هو مكمل عليها. وطبعا كميه الاكل اللي بياكلها بتزود الحموضه اللي في المعده، اللي في الاخر بتتسرب وبتكبر اصلا القرحه نفسها، زائد الاسترويدز اللي هي بتبطئ عمليه ان الجرح يقفل، زائد ان هو بياخد سترويدز تاني، بقولها كذا مره. فالقلب اوريدي اصلا تعبان شويه من ضخ الدم في العضلات، مع الهبوط القلب حاول يعوض على نقص الدم في الجسم ويعوض الهبوط اللي بيحصل له. قلب تعب، ما قدرش يكمل، سقطة قلبية، وأيمن توفى. برضه الدرة مصر ان هو بياخد هرمونات وبيدخل كمية اكل كبيرة لجسمه، المعدة ما بتقدرش تهضم الكلام ده وبتبقى حمضية اكتر، ده بيؤدي لان هو ما بيخفش. بس للاسف الحقيقة المرة ان هو اصلا ما كانش بيقدر ياكل، وكان اي اكل بياكله هو كان بيستفرغه، والشهر الاخير قبل ما يتوفى فيه كان عايش اصلا على المحاليل وما كانش بيدخل اي اكل لجسمه. طب هيجي حد يسألني يقول لي هو ازاي شكله ضخم قوي كده وهو موقف استرويد اصلا؟ احب اقول لك اسمع الفيديو ده الدرة بيقول فيه ايه. هو ده الجلطه اللي حصلت لي. اصلا قبليها كنت موقف هرمونات، فانا دلوقتي معدي لسنه موقف هرمونات. انا موقف هرمونات من اخر بطوله اللي انا دخلتها فانكوفر اللي خدت فيها مركز ثالث من سنه 2022، ومن ساعتها موقف. يبقى هو قال بنفسه ان هو موقف هرمونات بقاله اكتر من سنه، لسه ما شاء الله محافظ على حبه كتله عضليه في جسمه. ده معناه ان ايمن كان فعلا مبطل اخر 7 شهور وموقف استخدام هرمونات. وكده تصحيحا للفيديو بتاع الدره وتاكيدا على كلام اخو المرحوم ايمن ربنا يرحمه ويغفر له، ان سبب الوفاه ما كانش بسبب الهرمونات خالص، وكان بسبب مشكله صحيه عند الراجل ده. ده كان الهدف من الفيديو بتاع النهارده، ان انا ابين لكم الحقيقه وابين لكم اللي حصل وانقل لكم الحقيقه على لسان اخو المتوفي. جايز يكون الدره اتسرع شويه وما جمعش المعلومات الكفايه وتسرع شويه في الحكم عليه. ومش معنى ان انا قلت ان الوفاه دي مش بسبب الهرمونات يبقى انا بشجع على استخدام الهرمونات، او ان انا بقول للناس اطلعوا استخدموا هرمونات هي مش هتاثر عليكم. لا بالعكس، انا من اكتر الناس الرافضه تماما لفكره ان انت تستخدم هرمونات في اللعبه دي، ومش بنصح اي حد يستخدم هرمونات حتى لو كان هيحترف، لان بكل بساطه صحتك اهم من اي حاجه في الدنيا. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، ويا رب تكونوا فهمتوا الحقيقه. وللمتوفي ايمن مجدي ان ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله.